الاختيار كان كده. قبل ما احل دي خليكم معايا يا ولاد. هنا I met، هكتب جمله بسيطه. زمان انا قابلت الرجل. who او that helped the girl. I met زمان. who او that او whom the girl helped. بصوا يا ولاد معايا، هنا هو او ذات جايه لتحل محل فاعل. عرفت ازاي يا مستر محمد؟ بعد هو او ذات نعرب كده. حد هيقول لي يا استاذ محمد اعراب؟ اقول لك الانجليزي فيه اعراب زي العربي مجازا يعني، بس ما عندناش حركات جرامر، ما عندناش مرفوع بالضمه منصوب بالفتحه، لكن عندنا ايه؟ عندنا فاعل وفعل ومفعول وظرف مكان وظرف حاله وظرف طريقه وجار ومجرور، كل ده عندنا. فبعده هو هلاقي هيلبت، ده اعرابه فعل. طب فين بقى الفاعل؟ هيلبت يعني ساعده. فين الفاعل؟ كده الفاعل مش موجود، يبقى هي جايه مكان الفاعل. يبقى الفاعل العاقل بيحل محله هو او ذات. هو او ايه؟ او ذات. معايا كده يا اولاد؟ اوكي. طيب الجمله الثانيه اي ميت زمان هوم او ذات او هوم ذا جيرل هيلبت. طيب كلمه ذا جيرل البنت ايه؟ اعرف بعد كده ذا جيرل فاعل، يبقى الفاعل موجود. يبقى اذا هنا جايه لتحل محل مفعول. يبقى جايه لتحل محل ايه؟ مفعول. تمام؟ يبقى ينفع الثلاثه. يبقى المفعول له كام حاجه؟ هو وذات وهوم. نفهم من كده حاجه، ان كلمه هوم ما ينفعش يجي بعدها فعل. ما ينفعش، لا يمكن هوم يجي بعدها فعل. هي محتاجه الفاعل موجود عشان هي تبقى جايه مكان المفعول. يبقى الفاعل العاقل ياخد اثنين، هو او ذات. المفعول العاقل ياخد هو او ذات او هوم. تمام؟ طيب ارجعوا بقى حاولوا تحلوا دي كده. لو فهمتوا الكلام ده حاول تحلها. عشان احلها لازم اعرف هنا في ايه. حلوها كاني ما شفتش اي اجابات بقى. حاولوا تحلوها تاني كده، حلوها حتى من على البورد هنا، مش هنرجع لك تاني للامتحان. او شوفها تاني في الامتحان اهو. ها الناس كده تجاوب بقى. ولا كاني شفت اجابات. هعتبر الحل من دلوقتي كاني ما شفتش اجابات لا هو ولا غيره. هنا يا اولاد مكان فاعل ولا مفعول؟ حد يقول لي، مش عايز اجابه. حد يقول لي هنا هنحط مكان فاعل ولا مفعول؟ مكان فاعل، صح كده؟ يبقى عندي كلمه ايه؟ صح كده. يبقى ناخد منها فريده. هو زياد انا متجاهل دلوقتي لما اشوف فريده. فريده مأيده زياد ولا زياد قال هو؟ ما ينفع بقى هنا هو؟ لا ما ينفعش. خلاص يبقى هنا تاخد هو. يبقى كده نعرف ان هو لا، يبقى زياد كان صح. عشان كده كنت متجاهل، بس زياد صبر على فريده يعني. تمام؟ تعالى بقى نشوف فوز هنا يا اولاد معايا. تعالى نشوف فوز. بصوا يا شباب، we interviewed، عملنا مقابله مع the scientist العالم، نقط invention. invention كده يعني اختراع. won فاز بيه the prize الجائزه. وفي الاختيار قال لي ايه يا زيزو؟ قال لي هو ولا هوز ولا هوم ولا ويتش؟ استبعدت ويتش لانه ايه؟ عاقل. طيب الاجابه كانت هو. الاجابه كانت هو، بس المهم انك تفهم هي جت ليه. طيب هنا يا ولاد بقى we interviewed the scientist نقط invention won the prize. who whose whom which. ممكن طالب ياخد هو يا زياد. صح مليون في المية. صح ليه؟ صح كده كبديهي كافتراضي. العالم الذي، لأن العالم عاقل خد هو. لكن أنت ممكن تعمل غلطة اللي توقعك في المشكلة دي. لو أنت ترجمت الجملة إزاي؟ عملنا مقابلة مع العالم الذي اختراعه فايز بالجائزة. كده أنت غلطت. نعرف حاجة كده يا حبايبي، إن كلمة هو أو هوم أو ويتش لو جت دي تترجم لوحدها ودي تترجم لوحدها. يبقى عملنا مقابله مع العالم الذي اختراع. مش ماشيه. انت محتاج تترجم الاثنين دول مع بعض.
محتاج تقول الذي اختراعه، تعمل اضافه، تعمل ملكيه، هنا تستعمل هوز. لكن لو حطيت هو وترجمتها صح مش هتلاقي غلطه، مش هتلاقي غلطه. يبقى عرفت هوز بتعمل ايه يا زياد؟ هوز بتضيف الملكيه. كان المفروض هنا، كان المفروض كلمه هيز انفنشن، هيز انفنشن، انا استغنيت عن هيز بكلمه هوز. اوكي، واعرفها ازاي؟ لو حبيت اضيف الاثنين مع بعض. ها تمام ولا ايه يا اولاد؟ يبقى اي اضافه، اي جمله عايز تضيفها على بعض انت محتاج هوز. ويتش وهو وهم لا، بتترجم المقطع ده لوحده والمقطع ده لوحده. شفتي؟ يلا يا ستي. 16. Sarah didn't study at all، ما ذاكرتش خالص. And their answers، إجاباتها are almost identical to John. She not have cheated. Can، can't، must، mustn't. أين الإجابة؟ أستاذ محمد شال الشات عشان ما يشوفش الإجابات. بس رجع لي الشات تاني. ها مست ايه؟ ماست، ماست. الله يسامحك يا شباب ويغفر لك. الهي مستوك يا فريده، يمستوكي مستات في بعضها لحد ما تتمستتي في قلب المستات. ماشي يا فريده، يعني لا حصلت مس ولا حصلت مستر ولا حصلت مست. ايوه لازم كانت تغش عشان تنجح. شوف فريده، كان لازم تغش عشان تنجح. ماشي يا فريده ماشي. ما انا عارف، يعني ما انا عارف مبدئك. اللهم قرب ورقه زميلي لي، ده الدعاء بتاعك اكيد. يبقى شي ماست هاف تشيتد، اكيد انها غشت. لا لا، بيقول لك ساره didn't study، ما ذاكرتش كويس، اجابتها كلها شبه جون. يبقى انا هنا بتنبأ، بقول اكيد انها غشت. لو قلت ماست انت بتشيتد، ما فيش حاجه في الانجليزي اسمها ماست انتهاء. ماست انت بتشيتد لا، ده في حاجه اسمها شود انت بتشيتد. ما كانش، لو بلومها اقول ما كانش لازم تغش. يا جماعه في التنبؤ ماست نفيها كانت، ده في التنبؤ. في الالزام لما الزمك تعمل حاجه ماست نفيها ماسنت. ازاي يا مستر محمد؟ لما اجي اقول لزياد ايه؟ يو ماست كم، لازم تيجي، انا هنا بلزمه. لو عايز انفيها اقول له يو ماستنت كم. طيب لما اقول ايه؟ زياد ماست بي ا دكتور، اكيد هو دكتور، كده مش بلزمه، انا بتنبأ بستنتج. يبقى انا فيها زياد كانت بي ا دكتور. وضحت كده يا شباب؟ وصلت؟ زياد قال اوكي اوكي كده لحق نفسه. طيب فريده، انا ما كنتش بقى، كنت بتريق. ما انا عارف يا فريده والله انت جاوبت بمصر، ما انا عارف انك بتتريق. اوكي عارف يا فريده، لا دي فاهمها دي يا فريده، دي فهمتها بفضل الله يعني. اللي بعديها، يلا اللي بعدها دي قطعه. طيب قطعه هسيبكم دقيقتين ثلاثه تقروها، عشان لو انا قريتها يبقى اتحلت. فدقيقتين ثلاثه كده تقروها. لا دقيقتين ثلاثه كتير، دقيقه واحده. لا شوف فريده تحس انها بتنتحر، بترمي نفسها من فوق بيت. لا ماشي يا فريده، انا بقول لك يا فريده ايوه. يلا على فكره يا اولاد، في كلمه في النص لو انتوا واخدين بالكم في القطعه، معلش هساعدك فيهم عشان ما جاتش قبل كده خالص.
هي كلمه يورانيوم، اليورانيوم اللي هي الماده المشعه بتاع الطاقه النوويه. لا تفكروها كلمه يعني من بره، ده اسم الماده اسمها يورانيوم. هتقابلوها دلوقتي في القطعه عشان ما تلخبطكوش يعني. ايه واخدينها في الكيمياء. ماشي يا عم زياد، يعني عايز تقول لي ولا جمايلك يا مستر، واخدينها في الكيمياء ولا جمايلك. ماشي يا زياد، حاضر. حاضر، وصلتنا الرساله يا عم زياد. فريده زهقت. ماشي يا زي فريده، عادي يا فريده مفيش مشكله، بعد الحصه ابقى اخرجي شويه، روحي عن نفسك كده على الشط، على الكورنيش كده عندك. زهقت. ماشي يا فريده. كل العوامل تنفع، اما نشوف. زياد تم خلاص. طب تعالوا بقى نقراها مع بعض ونشوف كده فريده طالما راحت الاسئله، نقراها مع بعض قبل ما نبتدي نجاوب. بيقول لك ايه بقى؟ Nowadays the world seems more united، يا ابن العالم متحد than ever، اكتر من اي وقت. In the knowledge، في المعرفة that global warming is a consequences، إن الاحتباس الحراري هو عواقب of burning fossil fuel، لحرق الوقود الحفري. oil, coal and gas، ده الوقود الحفري. while new carbon free alternative، في بدائل جديدة للكربون are being developed، يتم تطويرها all the time. one extremely powerful form، في جزء قوي جدا of climate friendly energy، للطاقة الصديقة للبيئة، has already been in use، في الاستخدام since the 1950s، منذ الخمسينات. nuclear energy، الطاقة النووية. so why hasn't the whole world gone 100% nuclear؟ ليه العالم ما اصبحش 100% بيستعمل الطاقة النووية؟ the advantage of nuclear power are well known، معروفة. it produces no carbon dioxide، ما بتنتجش ثاني اكسيد الكربون. ماشي whatsoever. this means that it doesn't add to the greenhouse gas، ما بتضيفش للصوبة الغازية بتاعتنا ذات كوز اللي بتسبب جلوبال وارمنج. this is because لأن nuclear power uses uranium، a different type of fuel. يبقى كل ده بيكلمني عن مميزات النوكلير باور، الطاقة النووية. نشوف اللي بعدها، اللي موجوده طبعا اليورانيوم ده في روك صخور اندر جراوند. الباراجراف الثاني بيقول لك ايه بقى؟ او الجزء الثاني مايننج اند بريبيرنج يورانيوم، الاعمال المناجم وتجهيز اليورانيوم كوست انرجي، بيكلف طاقه and thus cause some pollution، بيسبب تلوث. but this is not the main problem، دي مش مشكله اساسيه with nuclear power. safe disposal of uranium، التخلص الامن من اليورانيوم after use الاستخدام is both expensive and potentially disastrous، غالي وبيسبب وكارثي فور ذا انفيرمنت، البيئه. نيوكلير ويست، النفايه النوويه remains dangerous، تظل خطيره for over 1000 years، لمده 1000 سنه. after it has been thrown away and can take up to 20,000 years، تاخد حوالي اكثر من 20,000 سنه to decay، عشان تتحلل completely تماما. while it doesn't cause air pollution، ما بتسببش تلوث الهواء. the energy released، لكن الطاقه اللي بيطلقها اليورانيوم known as radiation، معروفه كانها الاشعاعات، كان بيدمج، ممكن تتلف and even fatal، وبتكون معضله to living للثينجز، الاشياء الحيه that come too close to it، اللي بيقربوا منها. these are just two of the many reasons، دول من سببين why nuclear power remains controversial and continuous to divide the opinion، والرأي هنا بينقسم عليها of environmental scientists، العلماء البيئة، politicians والسياسيين and general public. يا جماعة واضحة، الراجل اللي قال ان هي حلوة ولا قال انها وحشة، الراجل منقسم في الرأي. يبقى الإجابة آخر واحدة، النوكلير باور هل هي فريند اور انمي؟ هل هي صديق ولا عدو؟ ما هو اتكلم على الاثنين. لكن لو جينا الاولانيه نوكلير انرجي هاو تو ستوب ذا ريفولوشن، ازاي تمنع التلوث، لا ما اتكلمش في كده، هو اتكلم بتمنع التلوث ازاي وبتسبب التلوث ازاي.
الثانيه المشكله في المونوكلير، لا القطعه ما اتكلمتش على كده بس، القطعه اتكلمت على الاثنين، ما اتكلمش على المشكله بس. ذا اند نهايه اوف جلوبال وورمنج، ما قالش على نهايه الاحتباس الحراري، ده قال ان هي من ناحيه بتزود لكن من ناحيه ليها اثر ثاني. يبقى افضل عنوان هل هي صديقه ولا عدو؟ ها اقتنعنا ولا؟ ها فين الناس؟ يبقى لازم عين يا اولاد تبقى خبيره، الراجل يتكلم على مميزات وعيوب، ما اتكلمش على حاجه واحده.